في أماكن على كوكب الأرض أنت ممكن تسافر لها، تزورها وتتصور فيها وترجع تحكي لأصحابك عنها، وفي أماكن تانية مجرد التفكير في الاقتراب منها ممكن يكون آخر قرار تاخده في حياتك. تخيل إنك واقف على مركب صغير وسط المحيط الهندي، السماء فوقك صافية والمية حواليك هادية بشكل غريب، والهدوء غريب جدا لدرجة إنه يخليك تتوتر، وقدامك على طول جزيرة صغيرة متغطية بغابة كثيفة جدا، مفيش مباني، مفيش مواني، مفيش أي علامة تدل على وجود بشر، لكن الغريب إنك حاسس إن حد بيراقبك. وفجأة، وقبل ما نغوص في تفاصيل رحلتنا النهاردة، خلونا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويلا بينا نبدأ. النهاردة هنسافر سوا لمكان من أكتر الأماكن غموضاً على وجه الأرض، مكان لحد النهاردة العالم كله تقريباً واقف قدامه عاجز، مكان العلماء مش قادرين يدرسوه، والسياح ممنوعين من دخوله، والحكومة نفسها بتحذر الناس من مجرد الاقتراب منه. المكان ده هو جزيرة سنتينل الشمالية. لكن قبل ما تعرف سر الجزيرة لازم أسألك سؤال. لو قدامك فرصة دلوقتي إنك تكتشف شعب كامل عايش في عزلة عن العالم من آلاف السنين، هل هتوافق إنك تروح وتكتشف؟ أغلبنا هيقول طبعاً أوافق. فضول الإنسان عمره ما وقف عند حد. إحنا بنحب نعرف المجهول، بنحب نفتح الأبواب المقفولة، وبنحب نكتشف الأسرار. لكن المشكلة إن سكان الجزيرة دي عندهم رأي مختلف تماماً. هم مش عايزين حد يعرفهم، ومش عايزين حد يقرب منهم، والأهم إنهم مستعدين يقتلوا أي شخص يحاول يعمل كده. أيوة، زي ما سمعت كده بالضبط. أول رسالة ممكن تستقبلك من هناك مش كلمة ترحيب ولا ابتسامة ولا حتى إشارة من بعيد. أول رسالة غالباً هتكون سهم طاير بسرعة ناحية صدرك، وده مجرد بداية الحكاية. جزيرة سنتينل الشمالية موجودة في خليج البنجال بالمحيط الهندي. الجزيرة تابعة للهند رسمياً، وتبعد حوالي 150 كيلومتر عن جزر أندمان، ومن فوق شكلها عادي جداً، مجرد قطعة أرض خضراء وسط بحر أزرق. ولو بصت لها من الأقمار الصناعية ممكن تسأل نفسك، إيه اللي مخلي العالم كله مهتم بجزيرة بالشكل ده؟ الإجابة مش في الجزيرة نفسها، الإجابة في الناس اللي عايشين عليها. ناس اختاروا يعيشوا بعيد عن العالم، بعيد عن التكنولوجيا، بعيد عن المدن، بعيد عن كل حاجة احنا بنعتبرها جزء طبيعي من حياتنا. مفيش كهرباء، مفيش انترنت، ومفيش سيارات ولا حتى مستشفيات، ومع ذلك عايشين، بل وعايشين بالشكل ده من آلاف السنين. وهنا يبدأ السؤال الحقيقي، إزاي مجموعة بشرية قدرت تفضل منعزلة كل الفترة دي؟ وإزاي العالم فشل في إنه يوصل لهم رغم كل التطور اللي وصل له؟ الإجابة هتصدمك. العلماء بيعتقدوا إن أصول سكان سنتينل الحالية بترجع لعشرات الآلاف من السنين. بعض الدراسات بتشير إن أجدادهم من أوائل البشر اللي خرجوا من أفريقيا واستقروا في المنطقة دي. يعني ببساطة، وانت دلوقتي ماسك موبايلك بتتفرج على الفيديو، في بشر عايشين تقريبا بنفس نمط الحياة اللي عاش بيه أجداد الإنسانية الأوائل. فكر كده في الموضوع للحظة. احنا بنغير موبايلاتنا كل سنة أو 2، والعالم بيتغير كل يوم، لكن هم فضلوا متمسكين بنفس أسلوب الحياة لآلاف السنين. وعشان هم منعزلين بالشكل ده بدأت الأسئلة تزيد. بيتكلموا ازاي؟ ايه لغتهم؟ عددهم كام؟ ايه معتقداتهم؟ ايه قصصهم واساطيرهم؟ يا ترى عندهم زعيم؟ طب عندهم قوانين؟ طب عندهم طقوس خاصة؟ الحقيقة ان محدش يعرف.
ولا كلمة واحدة من لغتهم مفهومة للعالم الخارجي، ومفيش ولا شخص واحد يقدر يعيش معاهم ويرجع يحكي قصتهم، وده اللي بيخليهم من أكتر الشعوب غموضا في العصر الحديث. لكن لو فاكر إن الغموض هو أغرب حاجة في الموضوع فاستنى، لأن اللي جاي أخطر بكتير جدا. مع مرور السنين بدأت سفن الصيد تمر بالقرب من الجزيرة دي، وبدأ بعض المستكشفين يحاولوا الاقتراب منهم، وفي كل مرة تقريبا كان الرد واحد: سهام ورماح ورسالة واضحة جدا: ابعدوا من هنا. مفيش تفاوض، مفيش نقاش، مفيش محاولة تعارف، مفيش غير تحذير مباشر. ومن هنا بدأت سمعة الجزيرة تنتشر، جزيرة ما بترحبش بحد وبترفض العالم، جزيرة يبدو كأن الزمن توقف فيها من آلاف السنين. لكن في حاجة أهم بكتير من السهام، حاجة خلت الحكومة الهندية نفسها تمنع الاقتراب من الجزيرة، وحاجة خلت العلماء يطالبوا إننا نسيب الناس دول في حالهم. والسبب مش إن السكان خطرين، لا، السبب الحقيقي أخطر من كده، لأن مجرد اقتراب إنسان عادي منهم ممكن يتحول لكارثة، كارثة تقضي على القبيلة كلها. إزاي؟ وإيه اللي خلى الهند تاخد قرار بحظر منطقة الجزيرة بالكامل؟ وقبل ما نجاوب خلونا نفتكر حاجة مهمة جدا، وهي إننا طول عمرنا متعودين إننا بنفكر إن الحضارة بتجيب الأمان، وإن كل ما الإنسان يبقى متطور أكتر كل ما فرص نجاته تبقى أكبر. لكن في جزيرة سنتينل المعادلة دي مقلوبة تماما، لأن أكبر خطر ممكن يهدد السكان هناك مش السهام ولا الرماح ولا حتى العزلة، أكبر خطر هو إحنا سكان سنتينل عاشوا آلاف السنين بعيد عن باقي البشر، لدرجة إن أجسامهم ما تعرضتش لمعظم الأمراض اللي إحنا بنتعامل معاها بشكل طبيعي. دور برد بسيط، إنفلونزا موسمية، فيروس عادي جدا، كل الحاجات دي بالنسبة لنا مزعجة، لكن بالنسبة لقبيلة معزولة بالشكل ده ممكن تبقى كارثة حقيقية، وممكن تمحو مجتمع كامل. وعشان كده الهند اتخذت قرار بيعتبره البعض أغرب قانون لحماية البشر في العصر الحديث. ممنوع أي شخص يقترب من الجزيرة لمسافة أقل من 5 كيلومترات، ممنوع النزول على الشاطئ، ممنوع محاولة التواصل، ممنوع حتى الاقتراب بدافع الفضول. ولما تسمع القرار ده لأول مرة ممكن تفتكر إنه مبالغ فيه، لكن لما تعرف اللي حصل في الماضي هتفهم ليه القانون ده موجود. القصة بدأت من أكتر من 100 سنة، في وقت كانت فيه الإمبراطورية البريطانية بتسيطر على جزر أندمان، وفي الوقت ده كان فيه ضابط بريطاني اسمه موريس فيدل بورتمان. راجل فضوله كان أكبر من خوفه، وقرر يعمل حاجة محدش كان عامل حساب لعواقبها، قرر يدخل الجزيرة. وصلت البعثة للشاطئ ودخل أفرادها وسط الغابة الكثيفة، وكانوا متوقعين يلاقوا سكان الجزيرة بسرعة، لكن الغابة كانت هادية بشكل مريب، كأن الأرض نفسها مخبية أهلها. وبعد ساعات من البحث بدأت تظهر آثار وجود بشر، أماكن سكن بدائية، بقايا نار، أدوات صيد، لكن السكان نفسهم اختفوا كأنهم اتبخروا. وفجأة عثرت البعثة على مجموعة صغيرة، رجل مسن وامرأة مسنة و4 أطفال، وخدوهم بالقوة لخارج الجزيرة. ممكن دلوقتي تشوف الموضوع بسيط، لكن بالنسبة لسكان الجزيرة كانت بداية كابوس. بعد أيام قليلة جدا أصيب الراجل والمرأة بالمرض بشكل مفاجئ، أمراض عادية جدا بالنسبة للبريطانيين، لكن أجسامهم ما قدرتش تتعامل مع الأمراض دي وماتوا. أما الأطفال فتم إعادتهم للجزيرة بعد فترة قصيرة. والسؤال اللي بيسأله علماء كتير لحد النهاردة، لما الأطفال رجعوا لقبيلتهم إيه اللي حكوه؟ إيه الصورة اللي قالوها عن الغرباء؟ هل حكوا عن المرض ولا حكوا عن الخطف ولا حكوا عن الموت؟ محدش يعرف. لكن المؤكد ان صورة العالم الخارجي ما كانتش ايجابية ابدا، ومن وقتها تقريبا بقى اي شخص غريب بالنسبة للقبيلة خطر محتمل. ومع مرور السنين اتحولت الجزيرة لواحدة من اكتر الاماكن انعزالا على الارض، لكن البشر زي ما قلنا صعب جدا يستسلموا امام المجهول،
في سبعينيات القرن الماضي قررت الهند إنها تحاول من جديد، بس المرة دي بطريقة مختلفة، مش بالقوة ولا بالخطف ولا بالاقتحام، لكن بالهدايا. مجموعة من الباحثين والمسؤولين ركبوا مراكبهم واتجهوا نحو الجزيرة، ومعاهم هدايا متنوعة، جوز هند وفاكهة وأشياء اعتقدوا إنها ممكن تعجب السكان. وصلوا للشاطئ وتركوا الهدايا، وبعدين استنوا شوية، دقيقة، 2، 10 ساعة، مفيش حد. الغابة ساكتة والشاطئ فاضي، وبدأ بعض أفراد الفريق يفتكروا إن محدش هيظهر. لكن فجأة اتحركت الأشجار وخرج واحد من سكان الجزيرة لأول مرة، والبعثة كانت أول مرة تشوف حد من سكان الجزيرة بالوضوح اللي شافوه ده. راجل بيحمل رمح طويل وبيتحرك بحذر شديد، عينه على الهدايا وعينه التانية على الغرباء. قرب خطوة وبعدين خطوة وبعدين كمان خطوة ولمس الهدايا، وبعدها اختفى داخل الغابة. الفريق فرح واعتبر إن ده نجاح وأول خطوة نحو بناء الثقة، لكن المشكلة إنهم فهموا الموقف بشكل مختلف تماما عن سكان الجزيرة. في زيارة تانية قرر الفريق يقرب أكتر، وفجأة خرج العشرات من الرجال من بين الأشجار وهم بيصرخوا وبيجروا ناحية الشاطئ، وفي إيدهم أقواس وسهام. السهم الأول طار، ثم الثاني، ثم الثالث، وفي ثواني تحولت محاولة التواصل إلى هروب جماعي. الباحثون رجعوا لمراكبهم بأقصى سرعة، ووقتها فهموا رسالة مهمة جدا، إن سكان الجزيرة ممكن يقبلوا الهدية، لكن ده لا يعني أبدا إنهم عايزين أصحابها. ورغم كده استمرت المحاولات لسنوات، أحيانا كانت الأمور هادية وأحيانا كانت السهام ترجع من جديد، وكأن القبيلة كانت بتقول للعالم ممكن ناخد جوز الهند، لكن ده مش معناه إنكم مرحب بيكم هنا. ومع مرور الوقت وصل المسؤولون الهنود إلى قناعة مهمة، إن كل محاولة تواصل بتحمل خطر أكبر من فائدتها. وفي التسعينيات تقريبا تم إيقاف برامج الاتصال بشكل شبه كامل، واتخذ القرار النهائي، اتركوهم يعيشوا كما يريدون. لكن في ليلة هادية حدث شيء أعاد الجزيرة لواجهة الأخبار مرة تانية، حاجة انتهت بمأساة حقيقية، مأساة أثبتت إن الاقتراب من سنتينيل ما زال فكرة خطيرة جدا. كان الليل هادي والبحر شبه ساكن، واتنين من الصيادين المحليين خرجوا كعادتهم للبحث عن الرزق. رحلة عادية جدا زي عشرات الرحلات اللي عملوها قبل كده، مفيش أي حاجة كانت بتوحي إن الليلة دي مختلفة. لكن البحر كان عنده رأي تاني. مع مرور الساعات غلبهم النوم، والمركب الصغير بدأ يتحرك ببطء مع التيار، متر ورا متر، من غير ما يحسوا، من غير ما يعرفوا إنهم بيقتربوا من أخطر شاطئ في المنطقة كلها. ولما طلع النهار كان الوقت فات. الصيادين وصلوا المنطقة ما كانش المفروض يوصلوا لها أصلا، منطقة بيعتبرها سكان سنتينيل جزء من عالمهم وجزء من حدودهم، وحدودهم لا يسمح بتجاوزها. واللي حصل بعد كده العالم عرفه من بعيد فقط، لأن محدش كان موجود قريب منهم عشان يشوف التفاصيل. لكن المؤكد إن الصيادين ما رجعوش، ولما وصلت فرق البحث تدور عليهم شافت مشهد صادم من مسافة بعيدة. مشهد أكد للجميع إن القبيلة ما زالت متمسكة بنفس موقفها القديم. المأساة دي هزت الرأي العام في الهند، لكنها في نفس الوقت أكدت حقيقة مهمة، إن سكان سنتينيل مش بيتصرفوا بمنطق العالم الحديث، هم بيدافعوا عن أرضهم بالطريقة اللي عرفوها عبر آلاف السنين، وبالقوانين اللي تربوا عليها، مش بالقوانين اللي احنا كتبناها. وبعد الحادثة رجعت الجزيرة إلى هدوءها المعتاد، ورجع العالم يراقبها من بعيد وكأن كل شيء انتهى. لكن الحقيقة إن القصة كانت لسه في بدايتها، لأن بعد سنوات بسيطة جدا ظهر شخص مختلف تماما، شخص عرف كل التحذيرات وقرأ كل القصص وعرف مصير اللي حاولوا الاقتراب قبله، ومع ذلك قرر يروح. كان اسمه جون ألين تشاو، شاب أمريكي كان عنده 26 سنة، مليان حماس ومليان إيمان، ومفيش عنده غير هدف واحد بس،
إنه يوصل لسكان الجزيرة ويتكلم معاهم. ممكن تشوف الأمر عادي وبسيط، لكن جون ما كانش رايح كسائح ولا كمصور ولا كباحث. هو كان مقتنع إنه لازم يوصل رسالة لسكان الجزيرة مهما كان التمن، حتى لو كان التمن حياته نفسها. قبل الرحلة بفترة بدأ يجهز لكل حاجة، قرأ عن الجزيرة وقرأ عن تاريخها، عرف إن الاقتراب منها ممنوع، وعرف إن ناس ماتت قبل كده، وعرف إن احتمال نجاته ضعيف جدا. لكن رغم كل ده استمر، وفي نوفمبر سنة 2018 وصل للمنطقة واستعان ببعض الصيادين المحليين بشكل غير قانوني عشان يقربوه من الجزيرة. وكان عارف إنه بمجرد ما ينزل على الشاطئ هيبقى لوحده تماما، مفيش شرطة ومفيش إسعاف ومفيش حد يقدر يساعده. نزل جون من القارب واتجه ناحية الشاطئ، وكل خطوة كان بياخدها كانت بتقربه من مصيره. في البداية ظهر بعض سكان الجزيرة كانوا بيراقبوه زي ما بيراقبوا أي حد غريب، وجون حاول يتكلم وحاول يبتسم وحاول يوضح إنه مش جاي يأذي حد، لكن المشكلة إنه كان بيبص للموقف بعينه هو مش بعين الناس اللي قدامه. وفجأة انطلق سهم وصاب الكتاب اللي كان شايله. كانت رسالة واضحة جدا، رسالة مفهومة بأي لغة في العالم: ارجع. أي شخص تاني تقريبا كان هياخد الرسالة ويرحل، لكن جون قرر المحاولة مرة تانية، وده كان القرار اللي غير كل حاجة. في اليوم اللي بعده رجع للشاطئ تاني ومشي مرة تانية ناحية الغابة، والصيادين كانوا بيراقبوا من بعيد. شافوا مجموعة من سكان الجزيرة بتقرب منه، وبعدين اختفى عن الأنظار، وبعدها محدش شافه تاني. وتاني يوم الصبح الصيادين شافوا من بعيد مشهد مؤلم، وفهموا إن الرحلة انتهت، وإن جون أصبح جزء من تاريخ الجزيرة زي غيره من اللي حاولوا يقربوا منها. القصة انتشرت في كل وسائل الإعلام حوالين العالم، وبدأ الناس ينقسموا. في ناس شافت جون شجاع، وناس شافته متهور، وناس شافته ضحية لقناعته. لكن تقريبا الجميع اتفق على حاجة واحدة: إن جزيرة سنتينل لسه زي ما هي ما اتغيرتش ولم تفتح أبوابها لأحد. لكن الغريب إن وفاة جون ما كانتش أكتر حاجة شغلة العلماء. في حاجة تانية أخطر بكتير، حاجة غير مرئية، حاجة ممكن تكون دخلت الجزيرة معاه من غير ما يقصد. الأمراض، الفيروسات، البكتيريا، أي عدوى بسيطة يحملها إنسان من العالم الخارجي ممكن تتحول إلى كارثة داخل مجتمع معزول عاش آلاف السنين بعيدا عن باقي البشر. ولحد النهاردة محدش يعرف هل حصل تأثير صحي بعد الزيارة دي ولا لا، لأن ببساطة محدش يقدر يدخل ويتأكد. خلينا نسأل السؤال الأهم: مين هم الناس دول ومنين جم؟ العلماء بيعتقدوا إن سكان سنتينل الحاليين من أحفاد أوائل البشر اللي خرجوا من أفريقيا منذ عشرات الآلاف من السنين. يعني لما نبص عليهم إحنا مش بنشوف مجرد قبيلة معزولة، إحنا بنشوف صفحة قديمة جدا من تاريخ البشرية، صفحة فضلت محفوظة بعيدة عن العالم كله. تخيل كده اللحظة، كام جيل عاش ومات على الجزيرة دي، كام طفل اتولد هناك، كام قصة اتحكت وهم قاعدين حوالين النار، كم مرة هبت العواصف، وكم مرة ضربت الأمواج الشاطئ، وكم مرة طلعت الشمس وغربت. كل ده حصل من غير ما العالم يعرف عنهم تقريبا أي حاجة. حتى عدد سكان الجزيرة محدش متأكد منه. بعض التقديرات بتقول 50 شخص، وبعضها بيقول أكتر من 100، وفي تقديرات تانية مختلفة. لكن الحقيقة محدش يعرف الرقم الحقيقي، ومحدش يقدر يعرف. أما لغتهم فدي واحدة من أكبر الأسرار، لغة كاملة بيتكلموا بيها كل يوم، وليها كلمات وقصص وأسماء وأغاني. لكن خارج الجزيرة مفيش ولا واحد فاهمها، ولا كلمة واحدة تم ترجمتها بشكل مؤكد، كأن اللغة نفسها مقفولة بمفتاح ضاع من آلاف السنين. تخيل إن في عالم كامل من الحكايات والمعاني بيتقال كل يوم هناك وإحنا مش فاهمين منه حرف واحد. لكن الأغرب إن الناس دي مش مجرد ناس عاديين، لا، دول ناس أثبتت إنها بتفهم بيئتها بشكل مذهل. والدليل ظهر سنة 2004.
السنة اللي ضرب فيها تسونامي المحيط الهندي، واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية في العصر الحديث. موجات عملاقة اجتاحت سواحل كاملة، مدن اتدمرت وقرى اختفت ومئات الآلاف فقدوا حياتهم. في الأيام اللي بعدها بدأت السلطات الهندية ترسل طائرات ومروحيات للبحث عن الناجين في الجزر المختلفة، وكان فيه قلق كبير على سكان سنتينيل، لأن العالم كله تقريبا توقع إن الجزيرة الصغيرة دي اتدمرت. لكن لما مرت واحدة من الطيارات ديت فوق الجزيرة حصل شيء أذهل الجميع. ظهر راجل من سكان الجزيرة على الشاطئ رافع قوسه وموجه سهمه ناحية الطائرة، وكأنه بيقول إحنا بخير ابعدوا. المشهد ده أصبح مشهور جدا لأنه أثبت إن القبيلة نجت، وفي الوقت اللي كانت فيه مناطق كاملة بتتعافى من الكارثة كان سكان قبيلة سنتينيل ما زالوا واقفين على أرضهم. وهنا بدأ العلماء يسألوا سؤال مهم جدا: إزاي عرفوا وإزاي نجوا؟ بعض الباحثين بيعتقدوا إن القبيلة عندها معرفة متوارثة بالكوارث الطبيعية، معرفة انتقلت من جيل لجيل عبر آلاف السنين. ممكن يكون أجدادهم عاشوا تسونامي قديم وحكوا لأبنائهم عنه، والأبناء حكوا للأحفاد، والأحفاد نقلوا المعرفة للأجيال اللي بعدهم لحد ما أصبحت جزء من ثقافتهم. لو ده صحيح فاحنا مش بنتكلم عن قبيلة منعزلة فقط، احنا بنتكلم عن مجتمع احتفظ بخبرات بشرية قديمة جدا لدرجة انه قدر ينجو من كارثة ضخمة بدون أجهزة انذار ولا نشرات جوية ولا أقمار صناعية. لكن رغم كل ده ما زال السؤال الكبير قائم: ليه بيرفضوا العالم الخارجي بالشكل ده؟ ليه كل محاولات التواصل تقريبا بتنتهي بالرفض؟ في نظرية بيعتبرها كتير من الباحثين الأقرب للحقيقة. النظرية دي بتقول إن سكان سنتينيل عندهم أسباب قوية جدا تخليهم يكرهوا الغرباء، وأسبابهم يمكن تكون أقدم مما نتخيل. تعال نرجع للقرن التاسع عشر لما السفن البريطانية بدأت تظهر في المنطقة، ولما بدأت محاولات الاقتراب من الجزيرة، ولما تم خطف بعض السكان ونقلهم خارج موطنهم، ثم عاد الناجون منهم وهم شايلين ذكريات المرض والخوف والموت. لو كنت مكانهم هل كنت هتثق في الغرباء بعد كده؟ هل كنت هتستقبلهم بالترحاب، ولا كنت هتشوفهم خطر يجب إبعاده بأي ثمن؟ ممكن جدا تكون كل سهام القبيلة اليوم امتداد لخوف قديم جدا، خوف توارثته الأجيال، وخوف أثبت لهم التاريخ إنه مبرر. لكن في نظرية تانية أغرب شوية وأعمق شوية، ويمكن تكون الأكثر إثارة للتفكير. ماذا لو كانوا ببساطة مش عايزين خالص في حياتهم؟ ماذا لو كانوا سعداء بالطريقة اللي عايشين بيها؟ ماذا لو كان العالم بالنسبة لهم مش حلم عايزين يوصلوا له، لكن مشكلة مش عايزين يدخلوا لها؟ احنا متعودين نفكر ان كل الناس لازم تعيش زينا وتستخدم نفس التكنولوجيا وتتبع نفس نمط الحياة، لكن مين قال ان ده هو الطريق الوحيد؟ سكان سنتينيل عندهم بحر مليء بالأسماك، وعندهم غابة مليئة بالموارد، وعندهم مجتمع صغير بيعرف أفراده بعضهم البعض، وعندهم ثقافة خاصة بيهم وحياة خاصة بيهم. ومن وجهة نظرهم يمكن يكون العالم الخارجي هو الشيء الغريب مش العكس. ويمكن عشان كده بعد كل السنين دي وبعد كل المحاولات وبعد كل القصص اللي سمعناها ما زالت الجزيرة متمسكة بسرها الأكبر، سر البقاء بعيدا. وبعد كل اللي سمعناه وبعد كل القصص اللي مرت قدامنا ممكن تفتكر ان أكبر لغز في جزيرة سنتينيل الشمالية هو مين الناس دول، أو ازاي عايشين، أو ليه بيرفضوا التواصل مع العالم. لكن يمكن اللغز الحقيقي مختلف تماما، لأننا طول الوقت بنبص للجزيرة على إنها مكان ناقص، مكان ما وصلوش التكنولوجيا، ما وصلوش الإنترنت، ما وصلوش التطور اللي احنا وصلناه. لكن هل فكرنا مرة إنهم ممكن يكونوا شايفيننا بنفس الطريقة؟ يمكن بالنسبة لسكان سنتينيل احنا الناس الغريبة، احنا الناس اللي طول الوقت مستعجلين، الناس اللي عايشة تحت ضغط مستمر، الناس اللي محاطة بالشاشات من كل اتجاه، الناس اللي عندها كل وسائل الراحة، لكن أحيانا بتفتقد الطمأنينة.
أما هم فبيصحوا على صوت البحر وبيعيشوا وسط الطبيعة وبيمارسوا نفس الحياة اللي عرفها أجدادهم منذ آلاف السنين. حياة بسيطة لكنها بالنسبة لهم كافية، وده لا معناه إن حياتهم أفضل من حياتنا ولا إن حياتنا أفضل من حياتهم. معناه فقط إن في أكتر من طريقة بيعيش بيها الإنسان. وعلى مدار التاريخ كل مرة حاولت حضارة قوية تفرض نفسها على شعب أضعف كانت النتيجة غالبا مؤلمة، أمراض وحروب وضياع ثقافات كاملة. وعشان كده بدأ العالم في العقود الأخيرة يفكر بطريقة مختلفة. بدل ما يسأل إزاي نوصل لهم بقى يسأل إزاي نحمي حقهم في إنهم يختاروا. يمكن أكبر درس بتعلمه لنا جزيرة سنتينل الشمالية إن مش كل باب مقفول لازم نفتحه، ومش كل سر لازم نعرفه، ومش كل مكان مجهول لازم نقتحمه. أحيانا الاحترام بيكون أهم من الفضول. وفي عالم بقى كل شيء فيه مكشوف تقريبا، وكل صورة ممكن تتصور، وكل معلومة ممكن تتعرف، لسه في مكان صغير وسط المحيط الهندي رافض يقول أسراره، ورافض يغير طريقته، ورافض يفتح أبوابه. جزيرة صغيرة لكنها قدرت تعمل حاجة فشلت فيها أماكن كتير. قدرت تحافظ على هويتها، وقدرت تحافظ على حدودها، وقدرت تفضل لغز حي في عصر اختفت فيه معظم الألغاز. ويمكن بعد آلاف السنين من دلوقتي يفضل ناس كتير يسألوا نفس السؤال: ايه اللي بيحصل دلوقتي داخل جزيرة سنتينل الشمالية؟ هل الأطفال بيلعبوا على الشاطئ؟ هل الصيادين رجعوا من البحر؟ هل الكبار بيحكوا قصص الأجداد وهم قاعدين حوالين النار؟ هل لسه فاكرين الناس الغريبة اللي حاولوا يقربوا منهم؟ الحقيقة إننا ما بنعرفش، ويمكن مش هنعرف أبداً. وده بالضبط اللي بيخلي الجزيرة دي واحدة من أعظم ألغاز عصرنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا من زاوية مختلفة مع عصام الجندي. ولو وصلت لحد هنا يا صديقي اكتب في التعليقات الاحترام قبل الاكتشاف عشان أعرف إنك كملت الرحلة للنهاية. وما تنساش تصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولو عجبتك الحلقة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونقول كل حكاية وراها زاوية، وكل زاوية وراها حكاية. وبس كده يا صديقي، سلام.